واهلا بيكم في سكر بوكس. والنادي الاهلي بيكتسح سيراميكا كليوباترا 5-2 في اول مباراة للنادي الاهلي في بطولة الدوري العام هذا الموسم. الاهلي بيقدم مباراة رائعة، يعني مارسيل كولر قدر ان هو يعني يستلهم هذه الخطة في مباراة سيراميكا من مباراة العين. يعني الخطة اللي بيلعب بيها كولر شبه قوي اللي لعب بيها في ماتش العين وكسب العين من خلالها 3-0. فكولر بيكمل تقريبا بنفس الخطة اللي هي أشبه بلعب الملاكمين، لعب الملاكمة أو خطط الملاكمين أثناء المباراة بتاعت الملاكمة، اللي هو كولر بينزل زانق الخصم في أول المباراة وضرب ضرب ضرب ضرب، ضغط عالي ضغط عالي ضغط عالي، يا إما الخصم بقى يفرهد منه ويقع وما يقومش تاني، يا إما الخصم يعني يتعور جامد ويتخبط له جون من الاهلي. ولو ما ماتش، كولر بيبقى في تكتيك تاني اثناء المباراه بيعمله، وهو ان هو بعد ما يجيب الجون الاول بعد الضغط العالي العنيف في اول المباراه، كولر او النادي الاهلي بيسيب للمنافس الكوره ويتراجع، ويبدا يعني يتلقى الضربات من الخصم او من المنافس. يعني الاهلي باسلوب الملاكمه وباسلوب كولر اللي بيطبقه مؤخرا بيبدأ بقى يتلقى الضربات ويتراجع ورا، ومن وقت للتاني يلدغ المنافس بلدغة قاتلة. يعني احنا بنشوف النادي الاهلي يعني في ماتش سيراميكا بعد ما جاب الجون الاول، خلاص انا مش عايز الكورة، اتفضل خد الكورة، بس من وقت للتاني هعمل عليك تحولات تبقى اشبه باللدغات واجيب من خلالها اهداف. وقد كان النادي الاهلي في ماتش سيراميكا كليوباترا في الشوط الثاني بيسجل 3 اهداف في سيراميكا، والماتش النتيجه بتاعته بتكبر بتبقى 5-2، وكان ممكن تطلع 7-2 و8-2 عن طريق هذا التكتيك الذكي جدا من مارسيل كولر اللي بيطبقه مؤخرا، اللي هو بيحوم كالفراشه ويلدغ كالنحله. لكن يعني انا احب برضو اتكلم على سيراميكا، وسيراميكا يعني عندهم مدرب كويس وعندهم سكواد كويس، بس انا شايف ان سكواد سيراميكا يعني هم مستثمرين قوي في الجانب الهجومي، يعني بيصرفوا قوي سيراميكا في الجانب الهجومي. يعني يجيب لك زلاكا ويجيب لك فخري لقاي ويجيب لك قندوسي وبالحاج يعني وغيرهم، وتلاقي في الاخر موقف لك بسام جون وسعد سمير مدافع يعني اللي هو انت يعني تظبط الجاكيت تلاقي البنطلون ضرب، وتظبط البنطلون تلاقي الجاكيت ضرب. هي سيراميكا ماشيه كده، يعني مظبطين الهجوم والدفاع، وحارس المرمى عندهم ضارب جدا. ومش كده وبس، ده كمان يعني هو بينزل بهذا الضربان او الاعوجاج في التشكيل، هجوم كاسح ودفاع وحارس مرمى رايحين في داهيه، بينزل قدام الاهلي عايز يلعبه ند بند. فده انتحار، ده اشبه بالانتحار. انت عايز تلعب الاهلي ند بند، لازم يكون عندك نص ملعب ودفاع وحارس مرمى على اعلى مستوى. ده بسم الله الرحمن الرحيم. كده هقدر اقول لك ان انت ممكن تنزل تضايق الاهلي، نص ملعب ودفاع وحارس مرمى على اعلى مستوى. انت كده ممكن تلعب ماتش ند بند قدام الاهلي وتقفل بقى مساحات ورا هتنزل بقى ومستبيع ومقطع بطاقتك وعايز تهاجم وفاتح ورا، لا هتزعل يعني هتشوف ما لا يرضيك من النادي الاهلي. وده اللي بيحصل فعلا مع سيراميكا، ومش اول مره. يعني برضو الموسم اللي فات الاهلي كسب سيراميكا 4، كان 4-2 النتيجه او 4-1 مش فاكر، بس هي كانت 4 يعني. والسيزون دوت في افتتاحيه الدوري بيخسر 5-2. فهو استبياع سيراميكا وعدم واقعيته تلاقت مع اسلوب كولر الجديد الاشبه باسلوب الملاكمين، اللي هو بينزل ضغط عالي جدا على الفرقه اللي قدامه اول الماتش، يغلطهم ويغلط دفاعهم يجيب جون، بعد كده يسيب له الكوره اتفضل قابل بقى التحولات اللي احنا هنعملها فيك لما تمسك الكوره وتحاول تعمل استحواذ ضد النادي الاهلي. فكولر يعني بدهائه قدر يطور اسلوب جديد يقدر يلعب بيه النادي الاهلي خصومه ويسجل من خلاله اهداف كتير. المباراه يعني تألق فيها من النادي الاهلي محمد الشناوي، وتألق طاهر محمد طاهر وحسين الشحات. امام عاشور عمل ماتش برضه مش بطال، لكن انا واقف قدام طاهر محمد طاهر عشان طاهر محمد طاهر اخيرا يعني بعد فتره طويله جدا من مجيء مارسيل كولر بعد موسمين قدر اخيرا يتطور او يبدا يتطور مع مارسيل كولر. طاهر محمد طاهر يعني جه متاخر يعني، بس يعني ان تاتي متاخرا
خير من ان لا تاتي ابدا. طاهر محمد طاهر بيعمل اسيست وبيجيب جون في ماتش سيراميكا في الدوري، وكان جاب جونين في ماتش سيراميكا في السوبر المصري، وكان عمل اسيست لامام عاشور في ماتش العين الاماراتي. فكده في اخر 4 ماتشات للنادي الاهلي في كل البطولات الاهلي جايب 10 اهداف. طاهر محمد طاهر مساهم في 5 منهم، يعني مساهم في نصهم، ودي ارقام يمكن اول مره يعملها طاهر محمد طاهر مع الاهلي منذ مجيئه في صيف 2020. فطاهر محمد طاهر حمد لله على السلامه بدأ يتطور مع مارسيل كولر. وانا كنت يعني عملت فيديو قبل كده، كان بعد ماتش الاهلي ومازيمبي في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا اللي فات، كنت عملت فيديو اتكلمت فيه عن ان اللعيبه اللي ما اتطورتش مع مارسيل كولر زي احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر مش هيبقى ليهم مكان في السيزون الجديد. وقد كان مع احمد عبد القادر. احمد عبد القادر كان يعني انا عملت الفيديو واحمد عبد القادر عامل ماتش كويس قدام مازيمبي يعني في قبل النهائي بتاع افريقيا. بس انا شايف يعني حتى لو هو عامل ماتش كويس عبد القادر ما كانش برضه متطور، اداؤه ما اتطورش مع كولر. وكولر اللعيب اللي اداؤه ما بيتطورش معاه يا اما ما بيلعبش يا اما بيستغنى عنه. فطاهر محمد طاهر كان مع كولر برضه رايح في السكه ديت، سكه ان هو هيتم الاستغناء عنه، لولا ان كولر فاجئنا في الصيف وقال ان طاهر مكمل مع النادي الاهلي، ويمكن كان في حاجه بقى هو شايفها في طاهر هيطورها فيه، وقد كان. وطاهر محمد طاهر فعلا بيتطور الفتره الاخيره، واتمنى من كل قلبي يعني ان طاهر محمد طاهر ما يكونش ده منحنى طالع كده وبعديها هيبقى فيه غطس. عشان انا قلت قبل كده ان طاهر محمد طاهر على مدار الاربع سنين مع الاهلي اداؤه عباره عن منحنيات، ups and downs ups and downs، والابس بيبقى يعني يوم او يومين، والداونز بيبقى شهر او شهرين. فاتمنى ما يكونش القصه المره دي كده، عشان طاهر محمد طاهر لو نفسيا تمام وفنيا تمام هيبقى مكسب للتلت الهجومي للنادي الاهلي. فده مكسب او اهم مكسب من مكاسب المباراه هو طاهر محمد طاهر. نيجي بقى نتكلم شويه على الحاجه اللي بتزعل. الحاجه اللي بتزعل اللي هو الشخرمه اللي كانت موجوده في الدفاع في الماتش دوت، وخصوصا يعني في الشوط الاول. يعني الشوط الاول كان دفاع الاهلي سيء جدا، وطبعا يعني من نقول دفاع الاهلي نقول المنظومه الدفاعيه. المنظومه الدفاعيه اللي هي بنسبه كبيره جدا خط الدفاع طبعا ومعاه نص الملعب، احيانا بقى بيرجع معاهم الاجنحه او كده، لكن الاساس نص الملعب وخط الدفاع، دي المنظومه الدفاعيه. فانا شايف النادي الاهلي كان عنده مشكلتين في المنظومه الدفاعيه بتاعته، واحده من نص الملعب، مشكله جايه من نص الملعب، ومشكله جايه من قلب الدفاع. المشكلتين دول هم اللي عملوا الشكل السيء الدفاعي للنادي الاهلي اثناء المباراه كلها على فكره، بس خصوصا في الشوط الاول. ايه هي المشكلتين او ايه هم المشكلتين؟ المشكله الاولى من نص الملعب كوكا. كوكا لاعب منتصف ملعب النادي الاهلي، اللاعب اللي عنده 24 سنه، بيلعب سي ام سنترال ميدفيلدر في نص ملعب النادي الاهلي، عنده 24 سنه، من ابناء النادي الاهلي او من ناشئين النادي الاهلي. كوكا وهو عنده 24 سنه لم يترك اي بصمه حقيقيه في اداء منتصف ملعب النادي الاهلي. عنده 24 سنه. انا فاكر حسام غالي كان عنده 19 سنه وسايب بصمه في دفاع نص ملعب الاهلي. فاكر ابراهيم سعيد كان عنده 21 سنه او 20 سنه وسايب بصمه في دفاع الاهلي ونص ملعب الاهلي. كوكا عنده 24 سنه، ويعني وجوده زي عدمه، او وجوده في الملعب زي غيابه عن الملعب، مش ملوش بصمه او لاعب ملوش بصمه. فكوكا كان سيء جدا في هذه المباراه، وكان سيء جدا في مباريات تانية. بس الشكل الدفاعي امبارح كان سيء جدا لدرجه ان انت يعني الموضوع واضح قدامك المشكله فين. قبل كده كانت القصه بتدارى شويه. انا في ماتش العين كوكا كان سيء على فكره، بس ظروف الماتش والعين بلعبه السيء وعدم وجود تهديد قوي من هجوم العين على منتصف ملعب ودفاع النادي الاهلي، ده خلى القصه تعدي، محدش يقف قدام اداء نص الملعب قوي. وكوكا كان عامل ايه؟ لا، الماتش بوهجه بنتيجته بكل حاجه كده غطوا على كل الاخطاء. لكن ماتش سيراميكا كان الشوط الاول كان الموضوع واضح جدا ان في مشكله حقيقيه موجوده في المنظومه الدفاعيه للاهلي بسبب كم الهجمات اللي عملها سيراميكا على محمد الشناوي اللي كان احد نجوم المباراه بسبب هذه الهجمات. فالخرم الاولاني كان موجود في نص الملعب بسبب كوكا، واتمنى ان كوكا يخرج قريب من النادي الاهلي، يا اما اعاره يا اما بيع نهائي. لكن هو وجوده دلوقتي هو واخد مكان في السكواد على الفاضي.
وانا شايف ان كوكا هو مشروع محمد هاني جديد، يعني هيبقى موجود كده في السكواد. ممكن يلعب من غير اي تأثير في الاداء يعني من اي نوع. والخرم التاني اللي كان موجود في قلب الدفاع، ودوت معقد شوية او قصة معقدة شوية. يعني انت لو حبيت تتهم حد عن الخرم اللي كان موجود في قلب الدفاع السنتر باكس، هتتهم مين؟ هتقول مين سبب وجود هذا الثقب او هذا الخرم في دفاع النادي الاهلي؟ مبدئيا يعني هتقول مثلا مارسيل كولر وجامبريلي. جامبريلي المساعد الاول لكولر والمسؤول عن تطوير الجانب الدفاعي، هتقول هم دول المسؤولين عن اللي كان حاصل لما غاب ياسر ابراهيم ولعب يوسف ايمن. يوسف ايمن الوافد الجديد، وحصل اللي حصل ده، عدم التفاهم في الدفاع بتاع النادي الاهلي ووجود مساحات كبيره في قلب الدفاع. هتتهم كولر وجامبريلي؟ طبعا هتتهم كولر وجامبريلي. هتتهم يوسف ايمن ان هو سبب الموضوع دوت. انا بقى يعني ممكن يوسف ايمن يكون عليه جزء، بس مش جزء كبير. انا بقى هروح جنب كولر وجامبريلي، هروح لرامي ربيعه. رامي ربيعه اللي كل ما تتعمل هجمه خطيره على النادي الاهلي، هجمه خطيره في الشوط الاول على النادي الاهلي، وتيجي الكاميرا عليه تلاقيه واقف عمال يعمل كده، يعني ايه، بيستغفر ربنا ومش عاجبه اللي بيحصل. ده رامي ربيعه والله فعلا. يعني راجع كده شريط المباراه او شوف المباراه تاني، يعني هتلاقيه كل ما الكاميرا تيجي عليه واقف عمال يستغفر ربنا. اللي هو الواد يعني مقطع نفسه في الدفاع، مش عارف يعمل ايه من الهرجله اللي حاصله حواليه والاخرام اللي موجوده حواليه. بس هو كرامي ربيعه عامل اللي عليه، لدرجه ان هو يعني عمال يستغفر ربنا من اللي بيحصل. انا هروح بقى وامسك في خناق رامي ربيعه، عشان رامي ربيعه بالحركات اللي هو عملها ديت، يعني هو اثر على المعلق بتاع المباراه. يعني معلق المباراه راح في الاخر قال لك ان رامي ربيعه كان شايل دفاع الاهلي في الشوط الاول. اما شايفه كل شويه عمال يعني يستغفر ويهز في راسه، يعني اللي هو هعمل ايه اكتر من كده يا جدعان؟ يعني ساعدوني شويه بقى. فراح المعلق اللي هو على الله حكايته، يعني زي معلقين اون تايم سبورت كلهم على الله حكايتهم، يعني فهو ده على الله حكايته هو كمان. اتاثر باللي عمله رامي ربيعه وقال لك يعني رامي ربيعه كان شايل دفاع الاهلي الشوط الاول. يعني لو ما كانش شايل دفاع الاهلي الشوط الاول كان ايه اللي حصل؟ مش عارف. فهو رامي ربيعه المفروض قديم، المفروض باقدميته دي ان هو واحد بقاله 12 13 سنه في الاهلي وبيلعب مدافع ومن كباتن الفرقه، المفروض يكون ليدر لخط الدفاع، يكلم خط الدفاع، يكلم الواد الغلبان الجديد اللي اسمه يوسف ايمن، يقول له يا يوسف اتحرك معايا بالشكل الفلاني، ما تطلعش قدام قوي يا يوسف عشان بيبقى فيه مساحات وراك. يعني بدل ما انت عمال تستغفر ربنا وتهز في راسك، كلم الواد الغلبان اللي جنبك ده عشان ما يشيلش الليله، عشان ما يتدبحش. دي سمات القائد، ان هو يقود اللعيبه اللي جنبه في الخط، وخصوصا لو لعيبه صغيره، وخصوصا لو لعيبه جديده. يعني احنا بنشوف فان دايك في ليفربول بيتغير عليه الخط كله. يعني تلاقي مثلا سيميكاس بيلعب مكان روبرتسون، تلاقي جوميز بيلعب مكان كوناتيه، تلاقي كليهير بيلعب مكان اليسون في حراسه المرمى. ومع ذلك خط دفاع ليفربول هو اقوى خط دفاع في دوري ابطال اوروبا بكل التغييرات اللي بتحصل دي، ومن اقوى خطوط الدفاع في الدوري الانجليزي بكل التغييرات اللي بتحصل دي، عشان فان دايك قائد حقيقي. فان دايك بيكلم زمايله، فان دايك عامل سيستم لخط الدفاع دايما هو عينه عليه، مفيش حد يتحرك بحركه عشوائيه عشان في الاخر هم كلهم اللي هيلبسوا. فمش معقوله رامي ربيعه يبقى بايع زمايله بالشكل دوت وطلع في الكادر هو اللي شايل التين على دماغه والباقيين كلهم مستهترين، وهو اصلا او من اسس الفساد اللي موجوده في خط دفاع النادي الاهلي. والدليل الجون التاني اللي جه في النادي الاهلي في الشوط التاني بعد ما الغلبان يوسف ايمن طلع من المباراه، الكوره بتتلعب عرضيه، قندوسي بيجيبها جون، رامي ربيعه فين؟ مفيش رامي ربيعه. يعني رامي ربيعه موجود متمركز غلط، والكره معديه قدامه عرضيه سهله جدا. رامي ربيعه مش بيمد رجله حتى بيعمل تراي ان هو يقطع الكوره، ومفيش حد بياخد باله من الحاجات ديت. اهم حاجه ان رامي ربيعه رامي رجوله، شايل دفاع الاهلي على راسه الفتره الاخيره جامد جدا وفظيع. هو ده المفروض، ده اللي بيحصل. لكن المفروض بقى يتقال ان رامي ربيعه عليه اخطاء، ورامي ربيعه عليه واجبات او عليه واجبات ما بيعملهاش. الكلام ده ما بيتقالش، هو كله راكب الموجه وراكب الترند وراكب الكليشيه بتاع رامي ربيعه
هو الفترة الأخيرة جامد وفشيخ وإلخ إلخ إلخ. فجنب كولر وجامبريلي وجنب جزء صغير قوي ليوسف أيمن، عدم اندماج، عدم ثقة في الأداء، بلا بلا بلا، في جزء يعني قوي جدا موجود لرام ربيعة تسبب في اهتزاز دفاع الأهلي في ماتش سيراميكا كليوباترا، وخصوصا ان السيزون اللي فات غاب برضو محمد عبد المنعم في ماتش البنك الاهلي في الدور الاول، ولعب مكان عبد المنعم عمر كمال، والاهلي دخل فيه في الماتش ده 4 اهداف يعني لمجرد ان عبد المنعم غاب بس. ففي مشكله في رام ربيعه في تنسيق مع خط الدفاع، في كلام مع خط الدفاع، في قياده خط الدفاع، فاتمنى المشاكل دي تنتهي قريب، واتمنى ما نشيلش الليله كلها ليوسف ايمن. من مكاسب المباراه تالق الشناوي وحسين الشحات وسام ابو علي وطاهر محمد طاهر بدأ يتطور مع كولر، ومن مساوئ المباراة كوكا ورام ربيعة، وبقدر قد كده صغير جدا يوسف ايمن، اللي اتمنى ان شاء الله الفترة الجاية يكون احسن ويندمج شوية في الفرقة وفي خطة كولر بمساعدة زملاته او زملائه في خط الدفاع. بالتوفيق للنادي الاهلي واستمرار ان شاء الله الفترة القادمة لخماسيات ورباعيات وثلاثيات مارسيل كولر. وفي النهاية أتمنى أشوف برضو رأيك في الكومنتات عن إيه السبب في سوء حالة دفاع النادي الأهلي في الماتش بتاع سيراميكا. هل هو رام ربيعة، يوسف أيمن، عدم وجود تحضير جيد من الجهاز الفني لخط الدفاع في هذه المباراة؟ أتمنى أشوف رأيكم في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وأشوفكم قريب على خير. سلام.